ازيكم حبايبي. هنعمل مع بعض النهاردة القلقاس الجميل ده، وازاي يطلع لونه اخضر كده. هقول لكم على كل التركات اللي فيه، وازاي كمان ان هو ما يبقاش فيه المادة اللزجة اللي بتبقى في القلقاس. هجيب طبعا عندي القلقاسة، وبعدين هقطعهم اسطوانات. هو بيبقى ناشف شوية، عايز حد ايده قوية كده. بعد كده بقسم الاسطوانة 2، ابتدي عشان اسهل على نفسي اقشره. بالطريقة دي بتبقى سهلة احسن ما انا اقشرها اسطوانة كاملة، بتبقى متعبة. او ان انا اقشرها القلقاسة كده كاملة برضو بتبقى متعبة بالنسبة لنا، فاحنا بنعمله اسطوانات. وبعد كده بقسم الاسطوانة وابتدي اقشره. بعد كده دي اول تركاية، ازاي المادة اللزجة ما تطلعش منه. مش بغسله بالمية خالص، ابعد عنه المية، لان المية هي اللي بتزود المادة اللزجة اللي عنده. هبتدي بقى بليمونة كده وامسح انضف بيه القلقاس، وبرده سن السكينة بعمله بالليمونة، وببتدي اقطعهم الى صوابع، وبعد كده لمكعبات زي طريقة اي حد بيعمل القلقاس. طبعا اكيد انتوا عارفين الطريقة دي. اهم حاجة ان المية ما تجيش عليه خالص، وما اغسلهوش ولا انقعه في مية ولا اي حاجة. بعد كده بجيب نص ليمونة، وبعد ما اقطع الكمية كلها وابتدي اقلبه كده، بحيث ان النص الليمونة دي توصل لكل الاجزاء بتاعة القلقاس. ممكن بقى بعد كده لو عايزة اشيله في اكياس واخزنه في التلاجة ممكن، ولو عايزة اطبخه على طول ممكن برضو. بس انا جبته الحقيقة من بالليل وجهزته من بالليل وحطيته في الديب فريزر عشان اطبخه تاني يوم الصبح. بعد كده بجيب بقى الشوربة بتاعتي، يعني ده مثلا كيلو وشوية، كيلو مثلا وربع. حطيت عليه حوالي 5 كوبايات من الشوربة او 6 كوبايات، المهم ان هو يغطي القلقاس. حطيت عليه 5 فصوص توم مهروسين. بعد كده بقى ابتدي اجهز الخضرة بتاعته. بس الخضرة ليها طريقتين، في الطريقة اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي الناشفة، ودي دي هناخد منها العصير. بجيب حزبة من الكزبرة وافرمها في الكبة، بحط عليها ربع كوباية من المية في الكبة عشان تتهرس حلو قوي. وبعد كده بصفيها بمصفى واحطها قرب ما القلقاس يكون هيستوي، يعني فاضله 5 دقايق كده واطفي عليه. بحط السائل الاخضر ده. بعد كده طبعا الفيديو ده احنا خدناه قبل كده، ازاي بجفف الكزبرة. انا خدت منها معلقتين من الكزبرة، طبعا الفيديو شوفوه على القناة هتلاقوه موجود. ضفت لها معلقتين برضو من المية وعجنتها بحيث انها تكون زي العجينة كده. ببتدي بقى احط معلقة سمنة صغيرة، مش عايزين حاجات تقيلة برضو. بعد كده بديها تشويحة لمدة 2 3 كده، بحيث انها تبقى محتفظة باللون الاخضر بتاعها، ما تسمرش. اهم حاجة انها ما تتلدعش عشان ما تديناش اللون اللي هو البني او تحس انها مسود كده. بعد كده بحطها في القلقاس. بجهز برضو تومة زي طشة الملوخية كده وبحطها في القلقاس. طالع القلقاس جميل. اولا شوفوا مفهوش المية لغاية دلوقتي سائلة خالص، مفيهاش المادة اللزجة اللي فيه خالص. لو انتوا هتشوفوا دلوقتي حتى انا هجرب كده بالمعلقة، شوفوا مفيهاش اي حاجة. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصل